انتظرونا وعودة قوية في موسم جديد وبرنامج جديد وأخبار حصريه قريبا جدا بإذن الله. علي موقع وقناة فيتو عربية. يمكنكم متابعة آخر الإخبار من خلال زيارة الموقع الإلكتروني والاستمتاع بالإخبار على مدار 24 السيرة الذاتية وقصة حياة المشاهير. فيتو عربي. ولد سمير غانم في يوم 15 يناير 1943 بمدينة أسيوط في مصر. حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة الإسكندرية، وبدأ حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بعدة خيل لفنانين وحيد سيف وعادل نصيف، وشاركه في العمل مع لفرقة الفنان الضيف أحمد وجورج سيدهم، وقدم للثلاثة معا عدد من الأفلام والإسكتشات مثل إسكتش كوتي وموت وعدد من المسرحيات ومنها حدثي في عزبة الورد واون على الراجل أللي أتجوز مراته واون حوادية. ثم انفصل عنهم مع بداية السبعينات. انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات خلال السبعينات بالإضافة لاشتراكه في الأفلام. وكان آخر عمل مسرحي لهما معا هو مسرحية أهلا يا دكتور عام 1981. قدم في الثمانينات سلسلة فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي سمورة وفطوطة. يعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجمي ومحمد صبحي. تزوج سمير غانم من الممثلة المصرية دلال عبد العزيز، وذلك بعد لقائمها معا في مسرحية أهلا يا دكتور، وأنجب منها بنتان هما دنيا سمير غانم وأمل إيمي سمير غانم، وهما ممثلتان كذلك رحلة نور، القاهرة في الليل 1963، أنا مش حرامية، الأحضان الدافئة، أحلى أيام العمر، إحنا بتوع الإسعاف، الرجالة في خطر، الراقصة والحانوتي، الغشيم، كله تماما، عضة كلبي، البنت اللي قالت لا، عروستي وجوز عرسان، أذكياء لكن أغبياء، نوع من النساء، مغامرون حول العالم، سكة العاشقين، إلى المأذون يا حبيبي، غراميات عازب، العيال الطيبين، الموزيكا في خطر، مجانين بالوراثة، ملوك الضحك، الكذاب، حبيبة شقية جدا، 24 ساعة حب، عريس في اليانصيب، يا ليلى يا زمن، أميرة حبي أنا، مدرسة المشاغبين، المجانين الثلاثة، لسنا ملائكة، الحرامي، الزواج على الطريقة، الحديثة، الشقيقان، يا رب ولد، راوية، أفراح، محروس صائد الرؤوس، الهاربان، شباب مجنون جدا، خلي بالك من زوزو، صغيرة على الحب، أضواء المدينة، آنسات وسيدات. في ظل رحلة الفنان العظيم سمير غانم نجد أنه ارتدى عدة ماويلات من الملابس المختلفة، ولكنها اتخذت نهج مبهج ومماثل لشخصيته. مثلا في نجده تخلى عن الملابس الرسمية في معظم الشخصيات التي كان يقدمها في أفلامه أو في البرامج التي كان يظهر فيها كضيف، مثل الكرافة والجاكيت، فاعتاد ارتداء القميص المفتوح بالأزرار أو القميص السروال القصير. وله مقولة شهير في أحد البرامج قال فيها: أنا بتوتر من رسميات شويتي وفرح بنتي بتوتر كثير. الفنان الكبير كان بسيط فيه كل شيء، حتى في ارتداء ملابسه وإكسسواراته، سواء كان أمام الكاميرا أو خلفها. ولا يمكن أن تتسي إطلالاته في فوازير رمضان فطوطة وبدلته الشهيرة بدلة فطوطة. وتوفي سمير غانم رحل يوم 20 مايو 2021 بعد معاناته من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبقائه في المستشفى هو وزوجته الفنانة الكبيرة دليل عبد العزيز، حتى وافته لمنيت عمر يناهز 84 عاما. فيسبوك، اليوتيوب، الانستجرام، التويتر. تحياتي رئيس مجلس إدارة فيتو عربي الإعلام حسن شبوير.